السلام عليكم. أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. في منشور نزل من وزارة التموين بيخص تسعير الردة في مطاحن التموين من 9400 جنيه ل 9500 جنيه. أسعار الرز الشعير النهاردة في عرض قليل من الرز الشعير في السوق، ده نتيجة الفلاح بيقوم بحصاد الرز ودخوله مخازنه وما بيطلعش رز إلا على قد مصاريف إيده بس. ذلك بنلاقي العرض قليل بس الأسعار ثابتة نتيجة وجود الرز الشعير القديم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضائع العالية المخدومة كويس، زيت وبخار وسيرتكس وكسر من 8 ل 10%. البضائع العالية من 24,000 جنيه ل 24,200 جنيه. أما البضائع من 3 ل 5% كسر من 24,400 جنيه ل 24,600 جنيه. والبضائع زيرو كسر ممكن توصل معانا ل 25,200 جنيه. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسيرتكس وكسر من 8 ل 10%، من 21,800 جنيه ل 22,000 جنيه. والبضايع من 3 ل 5% كسر من 22,400 ل 22,600 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع القديم والصال للمضرب، من 14,300 جنيه ل 14,400 جنيه. أما الرز الشعير الرفيع الجديد والصال للمضرب ب 14,300 جنيه. سعر الرز الشعير العريض القديم والصال للمضرب من 15,200 جنيه ل 15,400 جنيه. أما الرز السبعين 79 الجديد 13,400 جنيه للطن والصال للمضرب. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. أما عن أسعار مخلفات الرز، فالسرس المطحون من 800 جنيه ل 1000 جنيه. سعر الكونة من 9500 جنيه ل 9700 جنيه. كسر الرز الناعم من أرض المضرب على حسب جودة وخشنة الكسر من 11,800 جنيه ل 12,000 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الإرداب ب155 كيلو خام بيتراوح سعر الإرداب بالبضائع العالية من 5100 جنيه ل 5300 جنيه. أما الفول البلدي المفروش سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو من 37,500 جنيه ل 38,500 جنيه. وبالنسبة لأسعار الفاصوليا من 61,000 جنيه ل 63,000 جنيه. سعر الكراوية من 48,000 جنيه ل 51,000 جنيه. أما البرسيم البلدي على وشه 180 كيلو أو متعقب 168 كيلو من 12,500 ل 13,500 جنيه للإرداب. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.